السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة بزاف نحبوها سهلة توجديها بوقفة. هذه الوصفة كما راكم تشوفوا هي بطاطا في الكوشة مع الدجاج المحمر، تجي روعة. ما نستغناوش عليها باسكو سهلة بزاف وتجي بزاف بنينة. نروح أولا للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة عندي هنا كمية تاع البطاطا، هنا استعملت أنا 5 حبات على حساب عدد أفراد العائلة، ولا تقدروا ديروا كمية أكبر ولا أقل، قطعوهم دوائر أو شرائح بهذا الشكل، ما تقطعوهمش خشان وما تقطعوهمش رقاق، قطعوهم متوسطين باش يدخل لهم طياب تمتم. وهنا عندي كمية تاع الدجاج، هنا خيرت لي كويس كيما راكم تشوفوا. وانتم خيروا أي قطع تحبوهم ولا يكونوا عندكم. هنا راح نثقبهم هكا أو نشرحهم بالموس بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، واضح نورمالمون في الفيديو. هكا باش تتبيلة كي نوجدو تتبيلة راح تدخل فيها دوك الثقوب والدجاج يجينا بزاف بنين. هكذا نكملو الكويس الثاني بنفس الطريقة. هكذا نكملو كامل الدجاج اللي عندي ونروحو نوجدو التتبيلة. في التتبيلة أول حاجة عندي هنا كمية تاع الزيت، هنا درت 5 مغارف كبار تاع زيت، هتكون كافية للبطاطا والدجاج. ندير مغرفة صغيرة تاع فلفل الكحل، فلفل أسود، هنا مغرفة مليحة كيما راكم تشوفوا كمون، لأنه الدجاج لازملو الكمون يجي فيه ذوق رائع. فلفل عكري ولا حبيتو شوية حار، أنا درت الفلفل العكري عادي، تقدروا ديروا الحار شوية. هنا زنجبيل، نضيفوا هنا توابل الدجاج ونزيدوا الملح كمية تكون كافية. وهنا لي زيرب دو بروفونس أو أعشاب المنسمة، راح نضيفوا مغرفة صغيرة تاع طوماطيش مصبرة، بعدها لا موتارد اللي تكون أساسية مع الدجاج بيان سور، اللي راح تعطيها نكهة بزاف بزاف بنينة. ونخلطو، نقدروا نديرو هنا التوم رابي ولا تقدروا ديروا التوم بودرة. هكذا نخلطو كامل، تقدروا تضيفوا شوية قارص ولا شوية خل للخليط، هنا ما كانش عندي متوفر ديروا الخل ولا القارص شوية عصرة قارص، وخلطوا مليح التوابل هكا. وهذه هي التتبيلة اللي نتحصلوا عليها. راح نضيفوا كمية على البطاطا، نقسموا هذيك التتبيلة، نديروا شوية على البطاطا والنصف الآخر نخلوه نتبلو به الدجاج كما راكم تشوفوا هكذا. راح تجيكم بزاف بزاف بنينة ومعسلة الله الله هكذا. ونديروا الدجاج تاعنا في التتبيلة مليح مليح، تقدروا تستعملوا اليدين هكذا، تلبسوا لي غون وديروا التتبيلة مليح في هذوك الثقوب هكذا، نجوزو كامل على قطع الدجاج بهذا الشكل. هذه وصفة بزاف سهلة ونحبوها كامل، وتوجد في مام با ساعة يكون كلش واجد، وما تطلبش باش وقت باش توجديها. نديرو البطاطا، نجيبو صينية تدخل الكوشة ونجيبو البطاطا تاعنا ونفرشوها كامل في الصينية هذيك في السنيوة. بعدها راح نجيبو الدجاج الكويس تاوعنا ونضيفوهم من الفوق بهذا الشكل.
من بعدها نجيبو التتبيلة اللي بقات لنا نضيفو لها كمية تاع الما ونحركو، ما تضيفوش بزاف الما، غير شوية هكذا، ونخلطو كامل ونضيفو كلش للصينية تاعنا في الأطراف هكذا، ما ديروهاش فوق الدجاج باش ما تروحلوش التتبيلة، ولا فوق البطاطا باش ما تروحلهاش التتبيلة، توجور الإضافات ديروهم في الجوانب هكذا. ونغطو السنيوة تاعنا بيان سور بالورق الطبخ. توجور نبداو بورق الطبخ، ومن بعد نزيروه مليح هكذا في الجوانب، ومن بعد نضيفو بابي ألمنيوم باسكو كيما تعرفوا أن البابي ألمنيوم ديريكتومون كي نديروه فوق البلا من الفوق غير صحي، نستعملو ورق الطبخ ومن بعد البابي ألمنيوم نزيدو نزيروه مليح مليح، كيما تقدروا ديروا ثقوب من الفوق بالكوردون باش يدخل شوية هوا وتتنفس لكم السنيوة هكذا ويجي معسل من الداخل. هكذا نديروه بيان سور في فرن مسخن على درجة حرارة 180 حتى ل200 ونخلوه يطيب حتى يتحمر. تقدروا تنحوا البابي ألمنيوم وتخلوه يتحمر شوية. هذا هو الطبق تاعنا، يجي قمة في الروعة، يجي بزاف بنين، يجي معسل الله الله، طبق ما نستغناوش عليه باسكو ساهل وبنين. نقولكم في الأخير شهية طيبة ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسونيش بالدعم تاعكم. سلام.